Bocah suruh masuk bocah. Ayo bang, ayo masuk. Mana ayah? Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة لأرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين وأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين ولكم منهم وصحابة رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وإلى حضرة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه. وإلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضي الله عنها. وإلى حضرة قطب رباني والعارف سومداني سي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وإلى حضرة شيخ محمد سمان بن عبد الكريم المدني رضي الله عنهم سيولله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وإلى عبدة الشيخ إمام أبو حسن الزاجلي وإلى عبدة الشيخ محمد بن يزيد بن شيخ محمد بن البندني وإلى عبدة الشيخ عبد الرحمن بن كاسم بن كاشعري وإلى عبدة الشيخ عبد الله بن كيم ومنعم وإلى عبدة الشيخ زبير مسلم وإلى عبدة الشيخ ميمون زبير وإلى عبدة الشيخ عبد الله بن بزران وإلى عبدة الشيخ الناقل البنكلان وإلى عبدة الشيخ عبد الله بن بزران وإلى عبدة الشيخ عبد الجلال المستقيم وإلى حضرة الشيخ مامي وإلى رؤوس الشيخ محمد بن يزيد بن شيخ محمد بن البندني وإلى رؤوس الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى رؤوس الشيخ جودي النور وإلى حضرة الحبيب حسين بن أبو بكر علي تذكر مطوال batang Pangeran Jakarta Pangeran Jagalaksa وإلى حضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحمزي وإلى حضرة الحبيب علي بن الحمزي وإلى حضرة الحبيب حسن بن جابر السقاف وإلى حضرة الحبيب مصطفى بن جابر السقاف وإلى حضرة الحبيب محمد بن الحداد وإلى حضرة الحبيب مصطفى بن عبد الله رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رضي النبي مصطفى بن عبد الله وإلى رضي كل سيف بن مد وقتاد كل سيف بن رزق وإلى رزوان كيجي أسمت بن أجمعين وإلى رزوان كيجي محمد بن هشام وإلى رزوان مصر بن جامسر وإلى رزوان كيجي البصر بن بابوين وإلى رزوان كيجي رزق بن أجيكيسين وإلى رزوان كيجي عبد الرزق بن أجيامت وإلى رزوان سرج منصور بن عبد الغني وأصولهم وأبروهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسولا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواننا وأخواتنا وجداتنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولجميع عليكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرمونا جكوتهم من إساعة وإلا رسولا نجيا بن نجي سعري إلا رسولا ونجي مسلمين من نجي سعري وإلا رسولا فتوى سعيدا بن نجي سعري وإلا رسولا سعري بن منتم وإلا رسولا ثم إلى رسولا نجي سعري بن منتم وإلا رسولا نجي مندك بن نجي لمم وإلا رسولا نجي محمد دالان بن نجي كتong وإلا رسولا نجي مسا بن نجي كتong وإلا رسولا نجي عمره بن نجي كتong وإلا رسولا نجي عليا بن نجي كتong ثم إلا رسولا نجي رملا بن نجي كتong وإلا رسولا نجي سيدي عائشة بنت أجي كتong وإلا رسولا نجي رملا بنت أجي رمله وأصولهم وأبروهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسولا جسيما بنت أجبتا وإلى رسولا إبو عمي بنت نعيم وإلى رسولا مولد بنت أجي محمد دهلان وإلى رسولا جسائد بنت أجي جيرين وإلى رسولا كتيم بن رين وإلى رسولا أجي معين بن أجي دائران وإلى رسولا جاتي عما بنت أجي جيمن وإلى رسولا بابا معمر بن ماجي معين وإلى رسولا ثم إلى رسولا ابن الآيات بن أجي معين وإلى رسولا أجي مازم بن أجي
Summa ila rusulan Haji Masum bin Haji Hamzir bin Batuejo wa ila rusulan Bapak Haji Muhammad Nasir bin Haji Hamzir wa ila Haji Muhammad Nasir bin Haji Masum wa ila rusulan Bapak Irzal bin Haji Masum wa ila rusulan Bapak Haji Matar bin Haji Muslim wa ila rusulan Siti Aisyah bin Haji Matar bin wa ila rusulan Azim Adnan bin Haji Matar bin wa ila rusulan Nur Laila bin Haji Matar bin wa ila rusulan Haji Mahbub bin Haji Limin wa usulihim wa buruhim sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رسلنا جبال من أجمام وإلى رسلنا من أجرابه وإلى رسلنا جسمال بن جاسيون وإلى رسلنا محمد تقي من أجي مسلم وإلى رسلنا منصور من أجي مسلم وإلى رسلنا مرتضى بن أجي مسلم وإلى رسلنا إبو أجاني بن أجي بيتون وإلى رسلنا Madadin bin Haji Muslim Summa ila rusulan Zubari bin Baba Madadin wa ila rusulan Dahlia bin Baba Madadin wa ila rusulan Matimah bin Haji Muslim wa ila rusulan Murtama bin Haji Muslim wa ila rusulan Ani bin Haji Muslim wa ila rusulan Lipa binti Adam wa ila rusulan Amsiyah binti Muhaddar wa ila rusulan Ali Ma'zum bin Wirai ثم إلى رسول عمل فعلوا به من دير عبد الحميد وإلى رسول الموتى بن حجي زمان وإلى رسول شمس الدين بن حجي زمان وإلى رسول سعيد بن حجي عبد الغني وإلى رسول المعيري بن حجي مختار وإلى رسول حجي مختار بن حجي زمان ثم إلى رسول مسلمات بنت سويطة وإلى رسول حجائدة فريدة بنت أيوب وإلى رسول حجي مطريدي بن حجي مردعي وإلى رسول الجني آية بنت أجايا وإلى رسول الجم مسعى بنت أجم محمد نور وإلى رسول المايدين بن مريد وإلى رسول المالي بن مد وإلى رسول عبد العليم بن مرداني وإلى رسول أجم مجر بن أجي سامان وإلى رسول حروب الوانت بن آدم وإلى رسول أجم مسلم بن علي وإلى رسول أجي جينودين بن علي علي وإلى رسول أجي إكو وجاكسنا bin Bapak Haji Ali bin Sarif bin Wardoyo wa ila rusulan Haji Sarif bin Wardoyo bin Haji Dolatif wa ila rusulan Eri Febrian bin Denang wa ila rusulan Husain bin Bongot wa ila rusulan Muhtar bin Usman wa ila rusulan Haji Mardo bin Haji Rajab summa ila rusulan Adiri bin Haji Marjuki wa ila rusulan Endang bin Enis wa usulihim wa buruhim sayulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رسلنا Haji Marjuki bin Haji آمين وإلى رسلنا Summa ila rusulan Bulung bin Tasdik wa ila rusulan Abdullah bin Haji Mahmud wa ila rusulan Haji Mahmud bin Haji Abdullah wa ila rusulan Jarayati bin Haji Abdul Rajak wa ila rusulan Haji Abdul Rajak bin Abbas wa ila rusulan Haji Wajid bin Haji Summa Haji Marjunet wa ila rusulan Haji dan Mujib bin Ahmad wa ila rusulan Sariyah bin Asairin wa usulihim wa buruhim wa li jami'ali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah
dengan keberkahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengurus Mushola Al-Barawin, insyaallah ada niat untuk melebarkan mushola ya, mudah-mudahan dilancarkan segala niatnya, dilancarkan segala usahanya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت العاصية واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منظرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الأرجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا
مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تأكلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ديا ولا يرجعون ومن عامر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام بدنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا
متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين أسلى الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسلى الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسلى الله مر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفرعهم ورجو جميع سادتنا اليمين علوي يا أن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم ونور في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح لجميع سادتنا سفين ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح. سيدنا قطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب ووصوله وفرعهم بأن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدنا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشهم من رحمة يسكنهم الجنة وأن الله يغفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله به ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم من حسن عافية وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بفضلك استجيب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجيب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله
insyaallah. Astaghfirullah ta'ala min dhunubi kulliha sirriha wa jariha wa saghiriha wa kabiriha wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahumma ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qawabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Bashirul Hakamul Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Shakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماعز الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'imil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi wa
يعلم بوجوب المعرفة بواجب لله عسين الشفاء فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز الغفار دي وعدني تظل كلمة غير كاملي أرسل أنبياء ذوي فطرها بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز فيها من أراضي بغير نفس كخفيف المرض اسمة كسائر الملائكة وجبة وفاء الملائكة والمستعين الدين وكل واجبي مفاد خمسين برب واجبي ناصر 25 لازم كل مكلف فاقه وقتني محمد منزل سنوت دما صلي وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تبع شعيب وهارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس ويونس زكريا يا سوى طاغات متغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم تمت الأيام والملك الذي بلاد وأم نقلنا شربا ولنا ملأهم تغسل وسمين هم جبريل يقال إسرائيل هم كنكرا ركب وكذا هدد ملك ورضوان تزال أربعة من كتب تسلها طارت مسبيل الهدى تبذلها زمر داود وينزل على سوى فرقان على خير الملا وصوف الغليل والكريم يا كلامها بالأليم وكل ما أتى به رسوله فأنت التسليم والقبول إيمان نبي من آخر وجاب كل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باق واجبين إما لمكلف بواجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة ومدلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منافع تسب وأمه أمينة زرية أرضها حليمة السنية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبت أولاده فمنهم 3 من الذكور ضفموا قاسم عبد الله وهو طيب وطير بذين ذا يرقب أتاه إبراهيم سريا فأمه مرية الكتية وغير إبراهيم من خديجة وستة تغذبين وليجة و40 بناس تذكرون ربي للجميع يذكرون فاطمة زهراء
زينب وبدا رقيا وأم كلثوم زكت رنيا نسوان وفد المصطفى خيط بدن النبي معتفى عائشة حسة سودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه عبس كذا عمته صافية ذات اعتداء وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة لكسي ضرا وبدأ إسراء رجل السماء أترى النبي رب كلما من غير كيف ويسر وافترض عليه خمسا بأنسنا فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسات بالامتراء وقد الصديق بتصديق له وبالعروج زدت وفأهله وبعقيدة متعصرة وللعوام سنة ميسرة لازم تلك من المرزوق ما يتميل الصديق المصدوق والحمد لله صلى سلم على النبي خير من قد علم وكل مرشد لمن بغير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل أبيتها بيز بعد جمالي تريواني أيكر جمالي سميتها أكيدة الأوامي جيب في دين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ila hadati Imamul Jalil Syekh Abdul Rahman Nadibai wa ila hadati Syekh Imam Abu Hasan As-Sajili wa ila hadati Syekh Muhammad bin Miyad bin Syekh Muhammad Amin Al-Bandani wa ila hadati Kiai Abdul Hayy Naimin Kiai Muhammad Naim wa ila alwai walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. أن الله يتغشى برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويأتي لنا ولكم بالحسنى بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب حسن بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب وارضى عن المشايخ يا رب فالأموالدينا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب واغفر لكل مذنب
صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا سامي دعانا يا ربي يا الله بلغنا نزول يا حبيب يا ربي صلي على محمد يا ربي الله يا ربي صلي عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي تشانا بنوري يا ربي يا الله يا ربي امضانا وامانا يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا ربي يا الله يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي واسكننا جنانا يا ربي يا الله يا ربي أجرنا من عذابك يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي يا الله يا ربي اتنا بسعادة يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي واسلك كل مسلم يا ربي يا الله يا ربي وفي كل مسلم يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا ربي نتم بالمشفع يا ربي يا الله يا ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا ربي يا الله يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وعلى صل آله وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله سلام عليك يا رب
رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي لقد جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن حرم الإحسان والحسن الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم امنوا وبه من خوفهم امنوا الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي ولنا المعنى وخيف منا فلمن هدى وكن وكوني فلمن هدى وكن وكوني الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي ولنا الخير الأنام أبو علي المرتضى حسابه علي المرتضى حسابه الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي ولنا الخير الأنام أبو وعلي المرتضى حسابه علي المرتضى حسابه الله يا سيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رفيع الشان والدرج الله يا سيدي كإمام بعده خلف منه سادة بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمن مثل زين العابدين علي وابن البكير غير ولي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم والإمام الصادق الحقن وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم آل بيت المصطفى طورهم أمان الأرض فذكر شبه بالأنجم زوري لما قد جاء في السنن وسفين للنجاتين فتن الطوفان كل هذا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن الله 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 فاجعلنا من الأخيار ألف الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدام ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الويل الطالب الباعث الوارح المني السالب عالم الكائن والزين وما والذاهب يسبح الآفل والمال والطال والغارب ويوحده الناتي والصامت والجامد والذائب يضرب بعبده الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم نظر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعذبا وعودا ورقا ولحما وجلدا وشعرا من نذب مؤتلف متراكب من ماء دافي يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بسط كرمه والمواهب يصل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من صالب حاجة فوني له المطالب فرد الخدام كياما على الأكدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وامك من الذنب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولا يبعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله
فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللاسب وعرضه فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشره به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته اللة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو النبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويفنه جده ثم أمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك وانتشر بيدي الهلال صفا وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء وانتشر بيتيم وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء وانتشر بيجود العلي بالبدء أهل الوفاء وانتشر يسير على الصباح وبيجود العلي بالبدء أهل الوفاء ولا لا يرجع يا penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi seri dalam pujian Nabi sebagai obat diri untuk syarfiyati balani sombong judil ali بالفضل أهل الوفاء وكسر بيدي balani sombong ويجود العليم بالفضل أهل الوفاء malaikat memuji bidadari berseri menyambut
وبيجود العليم بالبدء أهل الوفاء lahir dalam bersujud pada Allah yang wujud untuk Nabi maulud dari Allah yang mewujud lahir dalam bersujud dari Allah yang wujud untuk Nabi maulud Allah yang wujud sungguh besar terasa bagi umat manusia ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala waktu sarbiyati ala isoba wa biyajudil alim bilbani anil wafa waktu sarbiyati ala isoba wa biyajudil alim bilbani anil wafa salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu Alhamdulillahi wa Bil Mustafa على النور المصطفى وبشر بيدي بدل للصفا وبيجود العليم بالبديع للوفاء وتسهر بيتيم ألا للصفا وبيجود العليم بالبديع للوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بعطلق بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاهدا حامدا كأن البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت بنور بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أماني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا ولي الحسنات يا مرحبا يا رفيع الدرجات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا كافر عني يا ذنوب مرحبا واغفر عن السيئات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين أنت ستار المساوي مرحبا مرحبا ومكيل العثرات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا لمسري وأخفى مرحبا مرحبا مستجيب دعواتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا
مرحبا مرحبا ربي فارحمني جميعا ومحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا في جميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita membacakan daripada rutinitas setiap malam Senin yang kita banyakkan rutin. Khusus kita doakan kepada dua orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, sama family kita. Semoga insyaallah hajat niat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita bacakan kepada ahli kubur kita, guru-guru kita, orang tua kita dan semuanya, semoga insyaallah doa kita, tawasul kita sampai kepada beliau, dan semoga insyaallah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyikat waktu, marilah kita fokuskan diri kita, hati kita untuk dengarkan daripada pembacaan kitab yang insyaallah akan dibawakan guru kita Al-Ustaz Iskandar Suti LC. Kepadanya falyafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جالبة لخير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمنا، خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد مرزوقي المكي المالكي، ثم إلى روح السيد محمد بن علوي المالكي ووصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawai ta'alluma wa ta'alim wa tadhakur wa tazkir wa nafa' wal ifa wal istifadata wal ifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, akhusu fi dzikri sahibul fadilah Ustaz Samsul Hidayat, yang kami hormati para orang tua kami, Bapak Taufik selaku Ketua FKDM, Bapak Zainuddin
Ada abang-abang kami di sini, Abang Ipul, ada Abang Atang, Bang Iksan, ada Bang Paki, Bang Asim, Bang Sipa, abang-abang yang lainnya, ada Bang Basri juga, Bang Opeh, dan seluruh hadirin jamaah Majlis Alim Birrul Walidain yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bersama-sama kumpul guna berbaca zikir, tahlil, tahmid, salawat. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan Allah turunkan rahmat, inayah dan hidayahnya kepada kita dan kampung kita, keluarga kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnahnya dan daripadanya kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki pelajaran baru, pembahasan tentang Al-Kutub As-Samawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Ini adalah pembahasan tentang Al-Kutub Al-Mudawwanah Al-Arba'atu. Pembahasan tentang kitab-kitab Allah yang disusun, yang diberikan kepada beberapa Rasulullah. Arba'atum min kutubin, 4 kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Tafsiluha, perincianlah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bil huda tanziluha, dengan hidayah yang diberikan kepadanya. Zaburu Dawuda, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud. Wa Injilun ala Isa, sedangkan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanun, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada siapa? Ala khairil mala, sebaik-baiknya makhluk Allah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mufradat At-Taurat, kitab Taurat, kila ma'khudun min wara'az zanti ay kharaja naru fa innahu nurun wa dhiya'un. Taurat itu diambil dari kata sesuatu yang keluar cahaya. Maksudnya apa? Kitab tersebut memberikan cahaya hidayah. Az-Zabur dimakna Alkitab, wa utliqa ala kitab Dawud alaihi salam. Zabur itu juga kitab. Kalau Taurat tadi artinya adalah cahaya. Al-Injil ma'khudun minan najl, diambil dari kata an-najlu wa huwa istikhraju khulasati syai', mengambil kesimpulan dari sesuatu. Kalau dalam bahasa kita mah ringkasan atau kesimpulan. Wa summiya kitabu Isa alaihissalamu bidzalika, dan disebut sebagai kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Listikhlasihi nurut Taurat, karena kitab Injil ini diambil dari kitab Taurat. Jadi cahayanya Taurat diambil untuk diletakkan di kitab Injil. Jadi Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa itu semuanya dari kalangan Bani Israel. Ya, nah ini ada kesinambungan kitab Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil. Ini ada kelanjutan. Nah, Nabi Isa atau Injil itu mengambil cahaya atau kesimpulan dari kitab Tauratnya Nabi
Min uqila lil walad najlu abil istikhlasi min waqila kalimatun yunaniyah bermakna al-busyra. Dikatakan Injil itu artinya adalah suatu kabar gembira. Al-Furqan, ma mana Al-Furqan? Ismu min asma'il Qur'an, adalah nama-nama salah satu Al-Qur'an. Ma'nahu al-fariq bainal haqqi wal batil. Artinya Furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kita harus hafal. Kitab-kitab samawi ada 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sekali lagi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sekali lagi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Hafal ya, insyaallah. Al-mala bimana asyraful qaum. Mana al-mala adalah sebaik-baiknya kaum. Wal murada bihi al-anbiya. Al-mala itu kaum, maksudnya kaum itu apa? Para nabi-nabi dan roh. Maka Rasulullah khairul anbiya wal mursalin. Wa khairul mala' sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang penjelasannya apa penjelasannya? Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna Allah anzala kutuban samawiyatan aw haha ila rusulihi wa anbiya'ihi faminha mudawwanatun wa minha la ilma lana bihi. Ini penjelasannya. Kenapa sih dalam Aqidatul Awam dicantumkan nama-nama kitab? Nih, dengarkan semuanya. Wajib setiap mukallaf meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab tuh 4. Nah, ini harus kita yakini 4. Jadi kitab samawi yang diturunkan Allah ada 4. Ini wajib kita yakinin, kita hafalkan. Auhaha ila rusuli, yang diturunkan, diwahyukan kepada Rasul dan para nabi. Nah, tetapi sebagian mudawwanah, sebagian dijadikan apa? Kitab, dijadikan buku. Berarti yang sebagian itu apa? Ya 4 ini. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, Quran dijadikan kitab. Maka ada kitabnya. Wa minha, dan sebagian la ilma lana, yang kita tidak ketahui bihi, dari wahyu. Artinya bahwa, dengarkan adik-adik semuanya, setiap nabi pasti menerima wahyu, tapi tidak setiap nabi menerima kitab. Sekali lagi, setiap nabi menerima, tapi tidak setiap nabi menerima kitab. Bisa bedain? Bisa ya? Bisa ya? Nah, kalau beda sama Rasulullah, kalau Rasulullah Allah turunkan wahyu, Allah perintah Rasul untuk kumpulin. Rasul bilang, ini catat, kumpulkan. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di bebatuan, ada yang kulit, ditulis semuanya, dikumpulkan. Karena perintah dari Allah kepada Rasul untuk dijadikan suatu kitab. Akhirnya para sahabat punya hafal masing-masing. Nah, yang punya pelopor untuk dijadikan Al-Quran sebagai mushaf itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Permintaan dari beliau di masa khalifahnya Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gini ceritanya. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu banyak para sahabat yang sudah keluar kota, meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah. Mereka kemana? Mereka menyebarkan Islam di beberapa daerah. Sebagian dari mereka ada yang meninggal, sebagian mereka ada juga yang sudah pergi. Nah, yang meninggal ini kebanyakan adalah penghafal Al-Qur'an. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab memiliki suatu gagasan,
Ya Khalifatul Rasul, ya Khalifatul Rasul, wahai Abu Bakar Siddiq. Saya memiliki usulan untuk Al-Quran itu dikumpulkan jadi suatu mushaf, buku. Abu Bakar nggak berani. Ini nggak pernah dilakukan Rasulullah, saya nggak berani mulainya. Oh, Umar protes, maksudnya itu mengusulkan, wallahi ini maslahah, ini maslahah. Saya khawatir banyak sahabat meninggal, Al-Quran juga hilang. Akhirnya dirembukan di para sahabat pembesar semuanya. Akhirnya disepakati untuk dikumpulkan Al-Quran. Nah ketika Al-Quran dikumpulkan, belum selesai, Sayyidina Abu Bakar meninggal. Dilanjutkan Sayyidina Umar bin Khattab, selesai. Kemudian sudah jadi mushaf tebal, dan itu mushaf aslinya dari Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu belum ada titik, belum ada harokat, belum ada. Kemudian zaman Sayyidina Utsman diperbanyak. Udah mulai dulu zaman Sayyidina Ali udah ada titik. Kemudian zaman Sayyidina ada harokat supaya bisa dibaca oleh kita semuanya. Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Sedangkan yang tertulis di Al-Quran itu namanya adalah mushaf. Paham tuh? Jadi kalau misalnya Al-Quran ini namanya mushaf. Al-Quran itu isi kandungannya. Makanya Al-Quran itu ada di otak, ada di hati, ada di pikiran. Itu Al-Quran. Sedangkan yang ditulis di buku itu namanya adalah mushaf. Nah mushaf ini pun itu zaman Rasulullah tidak ada. Adanya mulai zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman diperbanyak. Maka dari itu semua yang diturunkan Allah belum tentu berupa kitab. Dan alhamdulillah dengan firman Allah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai detik ini Al-Quran tidak ada yang merubah, tidak ada yang Kalau ada yang merubah ketahuan berapa banyak penghafal Quran, berapa banyak cetakan Al-Quran, dan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, Taurat masih ada gak sampai sekarang? Injil masih ada gak sampai sekarang? Jawabannya masih, tapi belum tentu benar, belum tentu orsinil kalau bahasa original, belum tentu ori, belum tentu. Karena sudah ada perubahan-perubahan. Nah maka dari itu Al-Quran itu adalah kitab Allah yang murni, yang sampai sekarang kita baca itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Sesungguhnya umat dulu itu satu. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai kabar gembira dan mengingatkan mereka, dan diturunkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran bil haqqi dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas supaya menjadi hukum bagi manusia fi makhtalafu yang menjadi perselisihan antara mereka. Fa amal mudawwanatu fa arba'atun wahiyya. Yang pertama at-Taurah allati nazalat ala Musa. Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhikra lil muttaqin. Wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min katibin burhamin ruhbanil yahud. Nih dengerin. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dikatakan at-Taurah qad harrafaha. Taurat ini banyak dirubah sama siapa? Ruhbanil Yahud, para pendeta-pendeta Yahudi. Liyukhfu ma fi minal haq, supaya mereka menyembunyikan yang hak, yang benar-benar itu disembunyikan. Falladzi 'indahu minat Taurat as-sahih wa ba'duhu faqad. Nah, sebagian dari Taurat ada yang benar, hanya sebagian aja. Wa qad athbatallahu hadza tahrif, dan Allah menetapkan perusakan ini dalam firman Allah dalam Al-Quran. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi. Jadi dikatakan
bahwa kitab Taurat itu yang ada sampai sekarang tuh udah dirubah, banyak perubahan-perubahannya. Dengerin ya, Rasulullah itu sejak kecil itu sudah diciri, sudah diteliti itu bahwa adalah Rasul akhir zaman. Cuma mereka itu mendahulukan gengsi daripada kebenaran. Udah pernah saya bahas kan dulu kan, bahwa Rasulullah itu disuruh balik sama pendeta Yahudi untuk pulang kembali ke Mekah, jangan ke Syam. Karena khawatir nanti banyak dari orang-orang Yahudi yang gak terima bahwa tanda kerasulan itu tidak dimiliki oleh Bani Israel tapi diambil oleh Bani Quraisy tuh. Mereka itu mendahulukan gengsi sehingga kebenaran. Makanya banyak kitab Taurat yang dirubah-rubah. Itu adalah bukti konkret bahwa mereka itu tidak mempercayai kebenaran meskipun hakikatnya mereka itu benar, tapi mereka mendahulukan gengsi. Bahkan sedikit dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu sedikit. Justru yang paling banyak masuk Islam itu dari kalangan Nasrani, banyak. Dari kalangan kaum musyrikin. Kamu bisa bedain gak? Kalau di Mekah itu namanya kaum musyrikin. Di Mekah. Ya, ingat-ingat ya, kalau di Mekah itu gak ada Nasrani, gak ada Yahudi. Zaman Rasul itu adanya kaum musyrikin, penyembah berhala. Itu kalau di Mekah. Nah kalau di Madinah Rasulullah ketemu ada dua golongan, golongan kaum Nasrani dan Yahudi. Ada Bani Khazraj, ada Bani Aus, ada Bani Quraidah. Itu macam-macam. Ada yang dari orang Yahudi, Nasrani. Cuma yang banyak masuk Islam adalah kaum Nasrani, banyak. Mereka banyak. Jadi ada 3 kaum ya. Majusi ada, Majusi banyak juga, tapi di kalangan orang-orang Persia. Persia itu mana? Iran itu. Salman Al-Farisi. Itu penyembah api ya. Kemudian kitab Zabur alladzi anzala ala Dawud alaihi salam. Kemudian Al-Injil alladzi nazala Isa alaihi salam. Faqad dakhalaha man dakhalaha min at-tahrif bi aidi aktsam min katibin fa qasawisa an-nasrat. Tapi banyak di dalamnya kitab Injil itu apa? Perusakan, perubahan dari orang-orang pendeta Nasrani. Ya banyak sekali perubahan-perubahan. Walladzi yu'tabaru qarib min suhafi baina an-Najil wal Injil Barnabas. Yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa Injil. An-Najil itu beberapa Injil. Jadi kan kitab Injil itu banyak ya. Dari muridnya Yesus itu kan banyak. Nabi Isa itu banyak. Nah yang paling mendekati kebenaran adalah kitab Injil Barnabas. Fa inna yukhalif al-haliyah. Dan itu kitab Barnabas itu adalah kitab Injil yang sekarang ada dan berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya. Dikatakan di sini ya oleh Maksud Muhammad ya. Alladzi wada'aha Matta wa Yuhanna wa Luqa wa Marqos. Jadi muridnya itu ada Markus, Lukas, Yuhanna itu siapa ya? Matius. Matta itu Matius. Yuhanna itu siapa? Wa Luqa itu Lukas. Wa Marqoso Markus. Mukhalafatan kabiratan. Yang banyak sekali perbedaan. Yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim alladzi nazzala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tartila inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan nama-nama Al-Qur'an banyak, Al-Furqan ya, Al-Kitab, Al-Dzikru ya, dan kita akan bahas di pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga dalam membaca Al-Qur'an, Allah jaga kita dalam menghafal Qur'an, dan Allah jaga kita dengan Al-Qur'an, keberkahan Al-Qur'an, memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajrunallahul muwafiq la aqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa ya, yang sama-sama kita hormati abang kita Bang Jainuddin, Bang Basri, Bang Taufik, KDM ya, mudah-mudahan
nggak pernah bosan nemenin kita. Mudah-mudahan istiqomah nemenin kita ya. Doain beliau biar sehat, panjang umur, biar rezekinya banyak. Guru kita Ustaz Iskandar, Bang Asim, Bang Paki, dan bang-bang yang lainnya, Bang Iksan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada musola, pengurus musola Al-Baroin yang menyediakan tempat buat kita. Insya Allah musola Al-Baroin serta pengurusnya apa yang diniatin ya, yang akan diniatkan buat pelebaran perluasan musola dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, insya Allah kita maulid kita tanggal 9 dah, insya Allah tanggal 9. Tanggal 2 banyak banget agenda penuh ya, pokoknya penuh banget. Insya Allah tanggal 9 mudah-mudahan rencana kita dibelancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadatin nabi. Al-Fatihah. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim anta maulana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bil hidayatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Da'wa biya subhanakallahumma wa tayyatun biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Komeng. Komeng.